صلوا بينا على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وزيدوا النبي صلاة. هنتكلم عن مسلسل ورد وشوكولاتة، وأم المذيعة اللي عمالة تتنقل بين القنوات، وصاحبة المذيعة اللي تحس إن هي كانت مستورة واتفضح. قبل ما نتكلم عن المسلسل عايزين نتكلم عن التطورات في مدرسة سيدز الدولية. ظهر أحداث جديدة إن هو في 2 متهمين ابتدوا اعترفوا وقالوا بيعتدوا على الأطفال دي من حوالي سنة ونص. طبعا برروا موقفهم، واحد قال ده أنا متجوز واحدة أكبر مني، وواحد تاني قال لك لا ده أصل مراتي مريضة وقاعدة في الفراش ما بتتحركش. كنت تتجوزوا حد تاني، مرة الشرع مديكوا 4 ليه؟ تبريرات غبية من ناس معدومة الضمير. والتحقيقات شغالة، والنيابة راحت عينت لقيت السكينة اللي كانت بيحطوها على بق العيال والبلاستر، والنيابة وعاملة تحفظ على أسماء المجني عليهم وعائلتهم. ربنا يصبر. بس السؤال اللي دايما بيجي في دماغي أو بيدور في دماغي، في واحدة من المتابعات لفتت نظري ليه، بتقول الله أمال الأمهات فين؟ هو صحيح الأمهات فين؟ ده الطفل لما بيدخل الحمام الشطاف بيخبطه وبيطلع يعيط. قوة المية دفعته. العيال دي محدش كان بيروح يعيط لأمه أو باباه يشتكي. محدش كان بيروح يعيط لمامته أو باباه يشتكي من المنطقة دي. يعني ما حصلتش مثلا على كلام المتهمين، بيقولوا لهم سنة أو سنة ونص شغالين في الموضوع ده، في حين إن واحد من المتهمين مدرسة ليه 6 سنين. يعني يعتبر من تاريخ ما المدرسة فتحت، ما هي فاتحة 2019، وفي واحد من المتهمين اتفصل ليه سنة ونص ورجع تاني لأنه برضو اتهم في قضية تحرش. كتير من اللي عملوا لي كومنتات بيقولوا امال الأمهات فين؟ محدش، أنا عمالة أقول الأمهات محدش يلومها أكتر من اللازم، لأن الموضوع خارج عن توقعات أي حد. الأمهات، في أم من الأمهات قالت احنا ماشيين زي ما الكتاب بنقول وبنتابع مع عيالنا وبنسألهم وبنكلمهم. طب امال السقطة حصلت فين؟ ما هو سؤال برضو فرض نفسه. انتوا كأمهات عاملين اللي عليكم، والولاد متكلمين وشطار. السقطة حصلت فين؟ مفيش طفل من اللي حصل له اعتداء أو بنت حصل لها اعتداء كانت بتحس بآلام. طفل ساعة ما بيحس بآلام في مناطق معينة ما بينامش وينوم البيت معاه، وأول حاجة بتيجي في دماغ الأم في حاجة مش طبيعية. فبرضه ما تعرفش الموضوع عدى على الأمهات ولا ربنا يصبر. تقريبا هم هيطلعوا كده، يعني الدادات عارفين والنظرة ممكن تكون عارفة. لا تكون المدرسة دي يا جماعة هدفها تعمل تشوه في الأطفال أو في الشباب بتاع البلد، على أساس نسبة اللواط وبتوعات الألوان يزيدوا في البلد. ما هو وارد، كل حاجة واردة. ما احنا عايشين في مؤامرة كلها. لسه قايل ماسك كاشف عن هوية بعض الناس، وطلعوا كتائب إلكترونية كتير بتشتم في مصر مش في مصر من عند ولاد العم، وطلع ناس كتير من هنا ومن هنا ومن هنا. وارد كان في حد بيجي يأسس مدارس عشان يشوهوا عيالنا وبيعتدوا والمدرسة مش عارفة. النظرة في غيابة الجب. طب الدادات مش بتلاحظ؟ المفروض الدادة وظيفتها تلاحظ وتنقل لمديرة المدرسة والمشرفين مغيبين، ربنا يظهر الحقيقة. ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني اللي هو مسلسل ورد وشوكولاتة. أنا واحدة من الناس اتفرجنا عليه كذا حلقة، بتاع 3 4 حلقات مش قدرنا نكمله من كمية الناس النرجسيين اللي فيه. مفيش شخصية نظيفة في المسلسل، مفيش شخصية قدوة في المسلسل. لبس عري، خمرة، ثراء فاحش فاحش، يعني زي ما بيقولوا كده ثراء فاحش. كل ده موجود في المسلسل. وفاجأ ان هم طالعين عمالين يقولوا لك ايه التمثيل العظيم ده، إن اللي هي زينة مروة في المسلسل كل رجالة المسلسل بيموتوا عليها، ست ما حصلتش. بتفكرني بافلام نادية الجندي. فاكرين افلام نادية الجندي اللي الشباب بتوع اليومين دول مش بتعجبهم ويقعدوا يقولوا عليهم كلام سلبي؟ كانت دايما تطلع في الافلام هي الانثى الوحيدة اللي في الفيلم، افلامها كلها كده، وكل رجالة المسلسل هيموتوا عليها كده. ان هم بيقولوا ده المسلسل ده عن قصة شيماء جمال المذيعة.
طب المذيعة اللي موجودة في المسلسل دي مشهورة وعمالة تغير أحداث أنا ما أعرفش، أنا كبيرة أهو ما أعرفش شيماء جمال دي إلا لما حصلت لها الحادثة. يعني مش شفت لها لقاءات ولا كانت مشهورة ولا أي كلام من اللي بيقولوه ده. بتحارب الفساد. فابتديت نحكي عن الجريمة. اللي كانت متجوزاه شيماء جمال ده كان تقريبا بياخد رشاوى وكان بيبعتها تحصل الرشاوى، وينقال بالنص ان هي كانت بتصوره في اوضه النوم. عملت فيديوهات معاه في اوضه النوم عشان تهدده، وقال بالنص ان هما كانوا متجوزين عرفي. والفيديو موجود، الفيديو موجود على اليوتيوب. وخناقه دارت بين ام شيماء وعلياء. طلع في برنامج مصحى المصحى. علياء سرقت حاب صرصانية طيفين، علياء سرقت حلق جنى، علياء سرقت حلق بشيماء. علياء كانت بتحقد عليها. علياء أبصر بتسرق قفله. تحس إن المسلسل ده قلب الدنيا على علياء. طيب هي بتسرق ده كله كنتم مصاحبينها ليه؟ وبعدين طالعة بتقول لك ده هم كانوا متجوزين رسمي. إن أيمن حجاج ده كان خاطب ممثلة، وما شاف بنتها وجمالها ساب الممثلة وخطب بنتها، اتجوز بنتها عادي. ما حتى لو مش ما حصلش اتفاق، ممكن يكونوا ما اتفقوش يا ام شيماء. وبعدين انت ماشية تحلفي بالمصحف، تحلفي بالمصحف. ما التحقيقات في النيابة موجود فيها كل حاجة. يعني ما يطلع انت طلعتي تقولي ده هم متجوزين رسمي، ويطلع واحد صحفي احدى الجرايد قال لكي ده هما متجوزين عرفي لمدة 7 سنين. طب نصدق مين؟ يعني نصدقك ولا نصدقه؟ وبعدين في لقاء بتتكلم المذيعة بتسألها، بتقول لها يمكن وهو بيحكي عن الممثلة دي يعني كان بيقول كلام من عنده هو، ولا كان خطيبها ولا حاجة. أم شيماء ترد تقول لك إيه؟ هو ما بيكذبش أبدا، ما بيكذبش أبدا. إزاي ده الراجل قتل بنتي، قتلها. وبعدين انت عماله تقولي بتحارب الفساد ومش بتحارب الفساد. اوراق النيابه والتحقيقات قالت ان هي كانت بتبتزه، كانت عايزه منه 3 مليون جنيه، والراجل مش حيلته ال 3 مليون جنيه يديهم لها، يديهم ليها. وقالت ان هو كان، والتحقيقات قالت اللي قلناه قبل كده ان هي كانت مصوراه. كل ما تتكلم تقول هاتولي الدليل. طب ما التحقيقات النيابه موجوده، اللي قرأوا الحادث موجودين. يعني انت المفروض تقاضيهم. الصحفي اللي بيطلع يتكلم ويحكي عن الحادثة بتاعت بنتك وبقول عكس الكلام اللي انت بتقوليه ده قضية. لكن انت تقولي كلام ونسمع ان من الناس اللي قريوا القضية وفهموها كلام تاني. طب احنا نصدق مين؟ وبعدين وبعدين انت خليتي الواحد يفكر لما هي كويسة وملاك وبتحارب الفساد والكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، هو قتلها ليه؟ يعني الراجل ضحى بمستقبله وبحياته وبتقولي جنزرها. ايه الحقد والغل اللي يخليه جنزرها بالطريقة دي؟ عملت فيه ايه؟ ما هي دي أسئلة، مش احنا اللي قلناها، ولا احنا بنتهم واحدة ميتة الله يرحمها. ولكن انت كلامك في الاعلام وكل شويه من برنامج لبرنامج لبرنامج خليتي شغلتي بال الناس بيها، بالقضيه وصاحبتها دي. راجع عشان سبحانك يا رب، عشان الفضايح، عشان الناس كلها تعرف انها كانت بتسرق وكانت. طب ليه ده كله؟ انتوا في الاول والاخر كان بينكم عيش وملح. واحده زي علياء دي برضو هي كانت طالعه في البرنامج ليه اساسا؟ عايزه تتلمع هي رخرة؟ بس هو تقريبا ما بيفرقش معاهم. او ايه الانجازات اللي حصلت للمرحومه او عملتها فالمفروض نعيد ذكرها تاني؟ المفروض كنتوا ما طلعتوش كلكم، خصوص اللي اسمها علياء دي. علياء دي اتشوهت، يعني كانت متجوزه ولا في شغلها الكل عرف انها كانت بتسرق منها الحاجات. ده ام شيماء بتتكلم عليها على اساس انها كانت خدامه عندها مش صاحبتها. يعني اكتر واحده اتشوهت اللي هي علياء دي، لان ام شيماء ماشيه بالمصحف وتحلف ان هي سرقت وسرقت وسرقت.
وبعدين ام شيماء المفروض توضح للناس، اما هي بنتها ملاك وطيبه وكويسه وزي الفل ربنا يرحمها وما ارتكبتش اخطاء، طب هو الراجل ده قتلها ليه؟ مش طلبت الطلاق وثبته ليه؟ مش مشيت وثبت كل حاجه وراها ليه؟ يعني هي بتكره الحاجه الحرام وبتكره الفساد، مش طلبت الطلاق منه على طول ليه ساعه ما اكتشفت ان هو فاسد؟ ما انت خليتي دماغ الناس تشتغل بقى. وبعدين ام شيماء تقعد تقول لك هو هيبص لك يا عليا، انت هيبص، ما هي شبه بنتك على فكره، بس فرق لون في الدرجه، لكن كل الشعر والاصفر والكلام ده كله ما احنا عارفين ان دي الوان صناعيه كلها، لكن هي ما تختلفش عن شيماء كتير، هما الاتنين شبه بعض. شيماء دي الفوقيه، بتتكلم بفوقيه متناهيه. اذا كانت عايشه مع واحد فاسد، كانت عايشه بتاكل وبتشرب وبتتفسح وبتسافر مع واحد فاسد على حسب كلامكم، الله اعلم، ومرتشي على حسب كلامكم، يبقى كانت بتحاربه ازاي؟ الطبيعي ساعة ما اكتشفت ان هو فاسد لأول وهلة وهي بتحارب الفساد، طلاق، ما تقعدش معاه في بيت واحد ولا تحت سقف واحد. يا ام شيماء انت خليتي الناس دماغها تشتغل، هي بتحارب الفساد ولقيت واحد فاسد، ما طلبتش الطلاق وبعدت عنه ليه؟ تعيش معاه ليه؟ أسئلة كتير كتير كتير. ربنا يرحم الجميع، ربنا يرحم الجميع، انتوا خليتوا الناس تقعد تجيب في سيرتكم. سلام عليكم.